الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. القصة ديالنا ديال اليوم قصة بوليسية عجيبة وقعت في الواحات ديال أوفوس بين الرشيدية وأفود. هاد القضية خلات الناس ما عندهم حتى هم من غير يطيحوا بالنينجا أوفوس. نينجا أوفوس اللي تشكات منه بزاف ديال العيالات بسبب اعتداءات جنسية وجسدية، وكاين بزاف عيالات اللي ما هضروش خايفات من المجتمع. ما تنساش تدعمنا بجيم وابوني وتفعل الجرس باش اي قصه جديده توصلك في الحين. بدات القصه شكايات كطرطق على مركز الدرك الملكي الجندار، شكايات الاغلب ديالها ديال النساء، والمضمون هو اعتداءات جسديه وجنسيه، والمشتبه به واحد المجرم اللي كان دوز 14 عام ديال الحبس في طنجة بسبب جرائم ديالو السابقه. مصالح الدرك الملكي والمركز الترابي بأوفوس وحتى السلطة الترابية داروا الاليرت وجندوا جميع الاعوان ديالهم باش يطيحوا بالنينجا أوفوس، واللي كان كيلبس كسوة ديال العيالات باش يسهل العمليات الاجراميه ديالو وما يثيرش الانتباه. الجندارم داروا دوريات في المركز ديال المدينه، لكن النينجا شم الريحه ديال هذا الشيء واختفى. مشى لواحد المنطقه خاليه في الجبال وجلس في واحد الغار، ودا معاه المؤونه ديالو كيدير الخبز بيديه وكيطيب اتاي فوق الجمر، كيكمي وكيشرب، ويمكن قال باللي هاد الدوريات عندها مده وغادي تسالي ويرجع للنشاط الاجرامي ديالو. شهر ونص والخبار مقطوعه، ما كاين حتى خبار على النينجا، حتى جات فكره انه الرجال ديال الدواور يتقسموا لمجموعات، كل مجموعه فيها 15 راجل باش يخليو النينجا ملاهي وحاضي مع الدوريات ديال الدرك والسلطه، وما يردش البال للمجموعات هذه، لدرجه انه مسؤول كبير ديال دي اس تي تعاون في التنظيم ديال هذه المجموعات وكيفاش يبحثوا ويباغتوا النينجا. وحده من هذه المجموعات لقات الاثر ديالو في ذاك الغار اللي كان مخبي فيه. النينجا شم الريحه ديال هذا الشيء وبدل الوكر ديالو، ولكن دازت ليام النينجا تزير في الماكله والشراب وما بقى عنده ما ياكل ما يشرب. مشى لدار عمو لابس كسوه ديال العيالات باش يجيب ما ياكل وما يشرب. بصح رجال الدوار كانوا على بال، وغير دخل لدار عمو هجموا على الدار وشدوه. دار عم النينجا ترونات، تجمعوا الناس وما شدوش راسهم، ضربوه وجرحوه في الرجلين والكرش والراس، حتى تدخلوا اعوان السلطه في اخر لحظه باش ما يموتش في يديهم. الجندارم تسلموه ديك الساعه وداوه مباشره للسبيطار الجهوي مولاي علي الشريف في الراشديه للعلاج، وتحط تحت الحراسه في السبيطار بامر النيابه العامه. ملي النينجا تقطب وتلملم ورجع مزيان، جابوه من السبيطار باش يكملوا معه التحقيق، واستدعاو المشتكيات للمقر ديال الجندارم باش يواجهوه، والاغلبيه ديال المشتكيات اكدوا باللي هو اللي تعدى عليهم، ومازال الدرك كيتسنى ضحايا جداد ديال النينجا اللي رافض يهضر او يتكلم مع عناصر الدرك. من بعد المواجهه ديالو مع المشتكيات خرج واحد الملف قديم من 3 سنين، هذه كانت وقعات جريمه قتل ديال امراه، والشكوك كتتجه للنينجا أوفوس، وزادوا مددوا له في الحراسه النظريه باش يزيدوا يحقوا معاه ويعرفوا كاع الجرائم ديالو. اللي جميل في هذه القصه هو تعاون الساكنه مع السلطات نهار وليل، وحلفوا ما يهنا لهم بال حتى يشدوا المجرم النينجا. نينجا أوفوس طاح، ولكن الأسئلة اللي باقي كتغلي: شحال من ضحية ما هضراتش؟ واش عنده يد في القضية ديال القتل القديم؟ الحقيقة جاية وغادي تعرفوها في القناة ديالنا، والسر ما غاديش يبقى مخبي لمدة طويلة. شكرا على المشاهدة أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.